يا أهلا بكل محبين قصة فيلم. صلوا على النبي في بداية الكلام، وقبل ما نبدأ هفكركم بدعمكم لينا باللايك والشير، واللي لسه ما اشتركش يشترك معانا ويفعل الجرس عشان يتابع ملخصاتنا الجديدة. وطبعا مستني أعرف رأيكم في التعليقات عشان بتفرحنا جدا. ويلا بينا نبدأ فيلم النهاردة. فيلمنا بيبدأ بعد نهاية الحرب العالمية الثانية مع لويس ومايا، واللي بيكونوا متجوزين وعندهم طفل صغير. وفي يوم بتكون مايا بتلعب مع ابنها في الجنينة الخاصة بالحي، وفجأة بتسمع صوت صفارة شخص قريب منها، فبتتوتر جدا وبيظهر انها افتكرت ذكريات وحشة، وبيتكرر نفس صوت الصفارة أكتر من مرة. فبتقرر مايا انها تشوف شكل الراجل اللي بيصفر، وبتشوفه هو ماشي مع الكلب بتاعه لحد ما بيركب العربية وبيمشي، ومش بتلحق انها تشوف وشه. وبتحاول مايا انها ما تهتمش، وبتروح لعيادة لويس جوزها واللي بتكون هي مديرتها. وبتبقى العيادة مسؤولة بشكل أساسي عن تقديم خدمات لضحايا الحرب العالمية الثانية. وبنشوف واحد من المرضى واللي بيكون مبتور القدمين، وبيكون عنده فضول يعرف ايه اللي حصل له، وبيكون خسر رجليه في الحرب. وبيحكي له لويس انه كان بيخدم في الفريق الطبي في مستشفى في اليونان، وهناك قابل مايا زوجته وبيتعرفوا على بعض، وبيطلب منه انه يجي البيت يقعد معاهم. فبيشكره المريض وبيعود انه هيجي. وبعد ما بيمشي بتقول له مايا انه احرجه وحسسه انه محتاج مساعده على الرغم من انه عايش حياته بشكل طبيعي. فبيقول لها لويس انه ما كانش يقصد كده، وانه كان عاوز بس يكون علاقات جديده مع اللي حواليه. وبالليل بيرجع لويس مع زوجته مايا البيت، وبيظهر ان هما بيحبوا بعض جدا وبيبقوا سعداء في علاقتهم وكمان مع ابنهم. وفي تاني يوم بيقعد الثلاثه عشان يفطروا، وبتذاكر مايا لابنها الكلمات، فبيتريق لويس عليها وبيقول لها ان ابنهم اخذ اللهجه الرومانيه. فبتضحك مايا وبتطلب منه انه يذاكر له بدلها. وبعد ما بيخلصوا بيطلب لويس من مايا ان هي تروح لمحل المفاتيح بداله لانه مش فاضي. فبتوافق مايا وبتساعد ابنها في عد البيض الفراخ، وبتوديه المدرسه. وبعدها بتروح لمحل صنع المفاتيح، وهناك بتسمع شخص بيقول انه لسه ناقل جديد هنا وانه مبسوط في المدينه. فبتبص عليه مايا من المرايه، وبتعرف انه نفس الشخص اللي بيسافر في الجنينه. فبتروح بسرعه وراه، وبشوف هو داخل لمحل تاني. فبتلبس بسرعه نظارتها وبتراقبه لحد ما بيخلص. تستخبى مايا منه بسرعه وبتمشي بعيد عنه لحد ما بتلاقيه داخل بيته، واللي بيكون فيه بنته الصغيره وابنه الرضيع وزوجته. فبتقرب مايا من البيت اكتر، وبتبص على الشاب من الشباك، وفجاه بتترعش من الخوف وبتتوتر جدا لحد ما الكلب الخاص بالبيت بيعمل صوت. فبتخرج زوجة الشاب عشان تهديه، وبتستخبى مايا بسرعه في ركن في البيت. واول ما بتتاكد ان محدش شايفها بتمشي بسرعه، وبترجع مايا البيت وهي متوتره وفي حاله مش طبيعيه. وبتقف تدخن سيجاره بره البيت، وبيشوفها لويس وبيعاتبها لانها نسيت ابنهم في المدرسه. فبتعتذر له وبتقول له انها اتشتتت شويه، وبيسالها لويس لو هتسكت تاني وتبقى غامضه زي عادتها، وبتاكد له مايا انها كويسه. وفي تاني يوم بتروح مايا المكان بتشتري منه معدات غريبه، وبعدها بتقف بعربيتها قدام المصنع اللي الشاب بيشتغل فيه، وبيظهر انها مستنياه. وبتفضل تشحم على وشها وايديها ورجليها، وبتقف جنب العربيه عشان تمثل انها بايظه. وبتقف مستنياه لفتره طويله لحد ما بتشوف هو خارج، لكن بيبقى حواليه ناس كتير. وبتفضل ماشيه وراه بالعربيه قدامه، وده لحد ما بيكون لوحده تماما. وبتقف بعربيتها على جنب وبتمثل انها اتعطلت، وبتطلب منه انه يساعدها في اصلاحها. فبيقول لها الشاب انه ما يعرفش يصلحها، لكنه ممكن انه يبص عليها. وفعلا بيبص الشاب عليها. وبترجع مايا تفتح شنطه العربيه، وبتطلب منه انه يختار المعده اللي هو عايزها. فبيروح لها الشاب، ولكن فجأة مايا بتضربه بشاكوش وبتخليه يغمى عليه، وبتحطه في شنطة العربية وبتربطه وبتمشي. وبتوصل لمكان بعيد عن الناس في الغابة، وبتحفر حفرة في الأرض وبترمي الشاب فيها، وبتوجه ناحيته المسدس. فبيسألها الشاب عن اللي هي عاوزاه منه وهو منهار وبيعيط، وما بتقدرش مايا انها ترد عليه، وبتكون منهارة وبتترعش، وبتفضل تحاول أكتر من مرة انها تضرب عليه النار لكن من غير أي فايدة. فبتقرر انها ترجعه تاني للعربية، وبترجع بيه للبيت. وهناك بتفضل واقفه جنب الشنطه لحد ما لويس بيرجع البيت. فبتطلب منه مايا ان هم يتكلموا لوحدهم، وبتفكره لما حكيت له ان هي وعائلتها هربوا من رومانيا اثناء الحرب، وعشان كده ما حصلهمش حاجه. وبتقول ان جه الوقت انه يعرف الحقيقه، وهي انها كانت في معسكر الماني لمده سنتين. فبيستغرب لويس جدا وبيسالها عن السبب. فبتقول له ان هي وعائلتها كانوا من الغجر، وبتحكي له ان لما رومانيا اشتركت في الحرب سلمت كل الرومانيين للالمان، ولما النازيين خسروا وجات القوات الروسيه كانت كل حاجه اتدمرت، وكان كل السجناء والحراس هربوا. وساعتها كان في مجموعه صغيره كلها ستات، وبيحاولوا يهربوا عشان يرجعوا لبيوتهم في رومانيا. ولكن قبل ما يقربوا يوصلوا ظهر مجموعه من الالمان السكرانين، وعملوا لكل الستات حاجات ما حدش يقدر يستوعبها. وبتصدم لويس من زوجته، ولاول مره تحكي له عن حياتها. فبتحكي له مايا انها بتحكي له لان في واحد منهم في العربيه ومربوط في الشنطه. وبتصدم لويس وما بيكونش مصدق اللي سمعه، وبيقوم بسرعه وبيبص على شنطه العربيه وبيسالها على اللي هي ناويه تعمله. فبتقول له انها ناويه تقتله، ولكن لويس بيرفض وبيقول لها انها هيفكه. ولكن مايا بتمنعه وبتقول له انها اتورطت خلاص ومش هينفع انها تفكه بسهوله، وبتطلب منه انه يدخله البيت لانه قريب هيفوق ويعمل لهم صوت. فبيساعدها وبيربط الشاب في كرسي وبيستناه لحد ما يفوق. وبيفوق الشاب وبيطلب منهم مايا، وبعدها بيسالهم عن اللي هم عاوزينه. فبتساله مايا اللي هو فعلا مش فاكرها. فبيقول لها الشاب انه ما يعرفش هي مين، وانها ممكن تكون بتشبه على شخص تاني، وبيقول لها ان اسمه توماس. فبتصرخ مايا في وشه وبتقول له ان اسمه كارلو، وانه شاطر قوي انه يخبي اللهجه بتاعته. وبتساله ازاي قادر يبص في عينيها وينكر ان هو يعرفها، وده لانها عمرها ما هتنساه ولا هتنسى الصفاره بتاعته اللي صحتهم من نومهم. وبعدها ضربها وحط على وشها كحول عشان ما تشوفوش وهو بيغتصبها. وبتساله عن اختها ماريا اللي شالها هو واصحابه بعيد عنها، ومن ساعتها هو ما تعرفش عنها حاجه وايه اللي حصل لها بعدها. وبتترجاه ان هو يقول لها عن اللي حصل لها لانها مش قادره تفتكر غير ذكريات مشوشه. ولكن توماس بيفضل مصمم على انها بتشبه عليه،
وانه ما يعرفش هي بتتكلم عن ايه، وبيطلب منها هي ولويس ان هم يتاكدوا من ملفاته من المصنع، وانه سويسرا اصلا مش الماني، وانما كان شغال في مصنع من المصانع وما شاركش ولا في جوله في الحرب. فبتنهار مايا وبتطلع من القاب وهي متعصبه، فبيحاول لويس ان هو يهديها وبيسالها لو هي واثقه فعلا من ان هو نفس الشخص، فبتقول له مايا انها مستحيل تنساه. فبيسالها لويس لو هو سبب كوابيسها ونومها على الارض ونوبات الغضب اللي هي بتجيلها، فبتبص له مايا كل حزن وبيفهم لويس قصدها. وفي نص الليل بيصحى لويس وبيلاقي مايا نايمه على الارض وكانها عايزه تسترجع الوقت اللي كانت بتنام فيه مع اختها على الارض عشان ترجع لها تاني. فبينزل لتوماس وبيخليه يعمل حمام، ولكن فجاه بيهجم توماس عليه وبتسمعه مايا وبتحاول تقفل باب القبر، ولكن توماس بيهجم عليها وبيحاول يهرب من باب البيت وبينادي على الناس عشان يساعدوه، ولكن لويس بيجري عليه بعد ما بيفوق وبيضربه القوه لحد ما بيغمى عليه، وبينزلوا القبو من تاني وبيربطه بقوه عشان ما يهربش. وفي الوقت ده بيسمع واحد من الجيران صوت بيطلب المساعده، فبتخرج له مايا وبتمثل انها صحت على نفس الصوت وانها مش عارفه ايه مصدره، وبتفهمه ان الصوت جاي من مكان تاني، وبيصدقها الجار وبيمشي. وتاني يوم بيقرر لويس انه يروح الشغل، ولكن مايا بترفض وبتترجى انه يفضل معاها، ولكن لويس بيقول لها انه معاه ملفات كل العساكر اللي شغالين في مصنع المدينه، وده معناه انه هيقدر يتاكد من بياناته فيها. وبيروح لويس الشغل وبيلاقي ملف باسم توماس، وبعدها بيقعد مع صديقه الطبيب النفسي وبيساله لو فاكر مشاكل النوبه اللي مايا كانت بتعاني منها، وبيساله على اسم صديقه الطبيب اللي كانت بتتابع معاه، فبيوصله الطبيب بيه، وبيساله لويس عن ماضي مايا اللي كانت بتحكي له وعن امكانيه ان الشخص يفتكر حاجه حصلت من 15 سنه. فبيقول له الطبيب انه صعب، لكن الاشخاص اللي بيتعرضوا لصدمات احيانا بيقدروا يفتكروا التفاصيل، واحيانا برضه ممكن يتخيلوا حاجات او ذكريات تختلط عليهم وما بيكونش عارفين يفرقوا بين الواقع والخيال، وده بيحصل من مجرد تشابه في الشكل او في الاصوات، وعشان كده مستحيل حد يقدر يجزم ان كان الشخص ده فاكر ولا لا. وفي الوقت ده بتنزل مايا لتوماس وبتخليه يقلع البنطلون، وبعدها بتجبره يشرب من الكحول عشان يفتكر الوقت اللي كان بيغتصبها فيه وهو سكران، وبتجبره يقول كلمه باللغه الالمانيه معناها غجر جزر، وبتهدده بالمسدس عشان يقولها بصوت عالي، وفعلا بيقولها توماس وبتتمحي شكوك مايا بعد ما بتسمع صوته، وبعدها بتترجاه يفكرها باللي حصل في الليله دي لانها مش فاكره غير صورته قدامها وصور صحابه وهم شايلين اختها، وبتقول له لو اعترفت مش هقتلك، وهي دي الطريقه الوحيده اللي هتخليه حر. وبعد شويه بيرجع لويس للبيت وبيعاتب مايا لانها عذبت توماس، وبيقول لها انه اتاكد من ملفاته ولقى كل حاجه سليمه، ولكن مايا بترفض انها تصدق وبتقول له انه ممكن يكون لعب في الاوراق الرسميه وزور هويته، وده لانها متاكده انه هو. فبينزل لويس وبيتكلم مع توماس واللي بيطلب منه انه يكلمه على انفراد، وبيقول له انه هيقول له معلومه هتخليه مطمن لو سابه وانه مش هيبلغ الشرطه، وبيقول له انه لما وصل امريكا كان معاه تاشيره وساعتها اتعرف على مراته ريتشارد واللي كانت متجوزه من شخص تاني في دوله تانيه، فاضطر ان هم يزوروا في اوراقها عشان تبان انها مطلقه ويقدروا ان هم يتجوزوا في امريكا وياخدوا الجنسيه ولا هيترحل. وبيقول له انا عارف معنى انه يكذب على الشرطه الفيدراليه ويزور في اوراق رسميه. وفي الوقت ده بيخبط الباب وبتفتح مايا وبتتفاجئ بالشرطه ومعاهم زوجة توماس والجار اللي بلغ انه سمع صوت غريب، وبيطلب الشرطي من مايا انه يدخل وبيسالها عن مصدر الصوت اللي سمعته وبيعرفها على زوجة توماس واللي بقاله يومين مفقود، وبعدها بيسالها لو زوجها موجود في البيت، فبتقول له مايا انه لسه في الشغل، وفجاه بيظهر لويس واللي بيقول لهم ان هو كان بينظف القبر وبيبقى على وشه اثار كدمات، فبيسالوا الشرطه عنها، ولكن لويس ما بيعرفش انه يرد عليه وبيتوتر جدا، ولكن الشرطي مش بيهتم وده لانه بيكون عارفه، وبيساله عن الوقت اللي يخلي زوجته تيجي له العياده وبيمشي. وفي تاني يوم بتقرر مايا انها تروح تزور ريتشل في البيت، وده علشان تعرف معلومات اكتر عن توماس، وبتحاول تعرف اذا كان توماس في الحرب ولا لا، فبتقول لها ريتشل انه ما شاركش فيها، لكن على الرغم من كده ما كانش عاوز ابدا انه يفضل في اوروبا، وكان متحمس ان هما يتجوزوا بسرعه، وبتحكي لها انه كان دايما بيعاني من كوابيس بسبب الحرب، فبتسالها مايا عن السبب وانه اصلا ما شاركش فيها، فبتقول لها ريتشل انها حاسه ان الحرب اثرت على الكل، وبعدها بتوريها خاتم جوازهم واللي بتكون عليها نجمه داوود، وبتصدم مايا وبتخمن ان توماس سرقهم من مخيم من مخيمات النازيين. وبعد ما بتخلص بترجع مايا للبيت، وهناك بتحكي لجوزها لاول مره عن اختها الصغيره واللي كانت اصغر منها ب3 سنين وانها كانت اقرب حد ليها، وبتنهار كمان وهي بتقول له انها مش عارفه ليه هي عاشت واختها ماتت على الرغم من انهم عدوا الحرب سوا، ووعدوا بعض انهم هيرجعوا تاني سوا لبيتهم. فبيحاول لويس يهون عليها وبتسيبه مايا وبتروح لتوماس، وفجاه بتلاقيه واقع على الارض ومتحرك من مكانه، فبتساله عن اللي عمله، وفجاه بيضرب عليها توماس نار من المسدس اللي قدر يوصل له، لكن ما قدرش انه يصيبها، وبتاخد مايا المسدس وبتحاول انها تقلعه خاتم الجواز غصب عنه، وبتساله لو اتجوز يهوديه امريكيه وجه عاش معاها في امريكا وهو الماني نازي وانه كان بيقتل اصلا فيهم، وبتفضل تحاول تقلعه الخاتم لكن بيرفض توماس وانه يقلعه، فبتجيب مايا اداه تقطع له صوابعه بيها وبتهدده لاخر مره عشان يعترف بالحقيقه، ولكن توماس بيفضل متمسك برايه، فبتقطع له مايا صباعه وبتاخد الخاتم، وبتلاقيه مرسوم عليها برضه نجمه داوود، فبتطلع بسرعه عشان تقول لويس، واللي بيتصدم لما بيشوف الدم اللي في ايديها، وبينزل بسرعه يساعد توماس وهو مصدوم وبيقول لها كفايه كده، فبتتعصب عليه مايا وبتطلب منه انه يبطل يساعده، وبتتهمه انه شخص جبان وبتحاول تزق، فبتعصب لويس عليها وبيقول لها انه قالها كفايه وبيضربها بالقلم على وشها. تخرج مايا من البيت وهي منهاره وبتمشي في الشوارع وهي بتفتكر الذكرى الوحيده اللي مش قادره تنساها، واللي بتكون صوره كارلو وصوت ماريا وبتصرخ وبتستنجد بيها. وبعد شويه بترجع البيت لكن مش بتلاقي لويس، فبتنزل تتكلم مع توماس بهدوء وبتترجاه انه يريحها، وبتوعده انها مش هتاذيه لو قال لها الحقيقه،
وبتقول انها متاكده انه متاثر بسبب اللي عمله، وبتوعده انها هتلتمس له العذر لو حاسه ان هو ندمان فعلا. وبعدها بتعالج جروحه وبتديله ميه وبتمشي، وبتفضل مستنيه لويس اللي اخيرا بيجي، فبتحضنه وبتعتذر له عن اللي عملته، فبيطلب منها ان هم يسيبوا توماس، ولكن مايا بترفض وبتقول ان لازم يتاكد انها بتقول الحقيقه، والا في يوم من الايام هيفتكر لها انها خطفت راجل وعذبته ومش هيلاقي مبرر جواه. وتاني يوم بتروح مايا لريتشل وبتقرب منها اكتر وبتحكي لها عن تفاصيل في حياتها لانها كمان شاركت في الحرب، وبتقول لها ريتشل انها حاسه بيها، واحيانا مش بتلاقي الاجابات اللي هي عايزاها من توماس، زي انها ما تعرفش مين عيلته ولا حتى ايه الكوابيس اللي بيشوفها ولا اي حاجه من ماضيه، وبالاخص انها مش قادره تخمن سبب الكوابيس اللي بيعاني منها، وده لانه اصلا ما شاركش في الحرب. وتفهم ماي ان فعلا توماس هو كارلو، وده لانه بيحاول يخبي ماضيه وبيحلم بكوابيس بسبب اللي عمله، وان محدش يعرف عنه حاجه وعن عيلته، وده يثبت ان كل حاجه عنه مزوره. وبتقرر ماي اخيرا انها تدي فرصه اخيره لكارلو، وبتاخده مع لويس لمكان بعيد وسط الغابه، وبتوري له القبر بتاعه، وبتقول له ان لو ما قالش الحقيقه هتقتله. وفجاه بيقول لها كارلو ان هم قتلوا كل اللي هناك، وان اول ما شافها عايشه افتكر انه بيتخيل، وبيقول لها ان السبب الوحيد اللي ما خلاهمش يقتلوها هو انهم كانوا مستعجلين لان القوات الروسيه كانت قريبه، وبيقول لها انه فاكرها وهي بتصرخ وصديقه كان بيحاول يخليها تقلع هدومها، وبعدها اغتصبوها. فبتساله مايا لو اختها هربت، وده لانها فاكره ان هم اغتصبوها لكنها قدرت تهرب منهم. فبيعتذر لها كارلو وبيقول لها انها ما هربتش، وان في كتير كان مستسلم من كتر الخوف والالم. فبينهار كارلو وبيعتذر لها انه ما يعرفش مين الشخص اللي كان عليه من 15 سنه، وانه ما كانش عارف ينام ولا يعيش حياته غير بالمسكنات والمنومات، وبيترجاها انها تسامحه لانه بقى شخص مختلف، لكنه متاكد ان هو عمل فيها اللي عمله. وفجاه بيضرب عليه لويس نار اكتر من مره من غير تردد، وده لانه ما استحملش انه يشوف الشخص اللي اغتصب مراته واذاها قدامه. وبتنهار مايا وبتسال لويس عن سبب اللي عمله، ولكن بينهار لويس وبيرمي كارلو في الحفره وبيدفنه بسرعه وبيرجع للبيت. وهناك بيستوعب لويس اللي عمله وما بيكونش مصدق، وبتقول له مايا انه شخص كويس وان كل اللي عمله ده كان علشانها هي، وبتترجى انه يسامح نفسه ويسامحها عشان يقدروا يعيشوا حياتهم بسلام ويربوا ابنهم. وبيوافق لويس وبتعدي شهور ومحدش يعرف حاجه عن اللي عملوه، وبترتاح مايا اخيرا بعد ما اخذت حقها هي واختها، وبيعيش لويس ومايا حياتهم بسلام، وبيستمروا على فترات في زياره ريتشل. وبكده بيكون فيلمنا خلص النهارده. ما تنساش تعمل لايك للملخص لو عجبك، وما تنساش تعمل اشتراك في قناه قصه فيلم عشان يوصلك الملخصات الجديده، وما تنساش تعمل فولو لصفحه قصه فيلم على الفيسبوك، هسيب لك الرابط بتاعها في البايو تحت. سلام.